مساء الفل يا شباب، اخباركم ايه؟ طبعا احنا اسفين ان احنا اتاخرنا في الحلقه شويه، حصل شويه حاجات وتغييرات. لكن ان شاء الله احنا بنصورها النهارده وان شاء الله تتذاع بكره باذن الله. هنتكلم في حاجات كتيره جدا النهارده. هنتكلم على طبعا ماتش الاهلي الاخير وماتش بيراميدز وعلى كل الكلام اللي اتقال. هنتكلم على قرارات اللجنه. هنتكلم على المنافسه. هنتكلم في حاجات كتير قوي قوي النهارده محتاجين نتكلم فيها. معايا طبعا ضيف يعني انا بحبه جدا جدا، واحد من الناس اللي انا بحبها وبثق في رايه الكروي بشكل كبير جدا، ودايما بستشيره في حاجات كتير قوي. ويعني احنا بقالنا اكثر من 10 سنين صحاب، ومن الناس بجد اللي بتفهم في الكوره. ومش في ناس دايما اهلاويه هو شايف الاهلي بس، وفي ناس زملكاويه شايف الزمالك. لا، هو راجل فير وراجل عنده يعني طبيعي ان هو اهلاوي، بس راجل انا شايفه من وجهة نظري عادل، يعني عنده رؤية فنية عادلة. فمعانا رامي نبيل، هنطلع فاصل ونرجع. هرجع لكم على طول شباب. ورجعنا لكم يا شباب تاني بعد الفاصل. معايا رامي نبيل، بقالنا دي بنظبط الموضوع ده سنين، بقالنا سنين، مش اقل من 6-7 سنين. تخيل بقالنا 6 7 سنين بنظبط ان احنا نطلع مع بعض، وفي الاخر طلعنا وكان تعبان وجاله تسمم، بس الحمد لله بقى زي الفل النهارده. حاجه غريبه، كل ما نظبط يحصل حاجه غريبه قوي. لا بس الحمد لله النهارده خلاص. يلا بقى يا عم رامي، قول لي. احنا طبعا عايزين نتكلم في حاجات كتير قوي. يلا بينا. انا طبعا مبسوط جدا ان انت معانا النهارده. انا مبسوط جدا ان انا معاك. هو مش ضيف بالمناسبه يا رامي، هيبقى موجود معانا في كل اللي جاي، لان ان انا تعودوا عليا. ان شاء الله تعودوا عليه، لانه ده واحد من الناس اللي بجد بحب رايهم جدا جدا. راجل مثقف كرويا، وراجل مش متحيز التحيز اللي بيخنقني، لان في زملكاويه متحيزين قوي يا رامي بيخنقوني، وفي اهلاويه نفس الكلام. في كل حته كده، في كل بلد كده. ما انت برضه نفس الكلام هتاخده في اسبانيا، في انجلترا، في كل حته. هو دايما الفرق اللي ليها جماهير بيبقى ليها جماهيرها مش شايفه غير الفرقه دي، مهما كانت القرارات ايه، مهما كانت اللي بيحصل ايه. حلو. طب بالمناسبه، انت شايف الموضوع ده عادي؟ يعني ده طبيعي يعني الجماهير كده طبيعي جدا. لازم يبقى متحيز، حتى لو فرقته غلطانه مش هيشوف ان هو غلطان. مش هيشوف ان هو غلطان. جزء كبير من الجماهير كده. هم حلو. انا عايز بيبقوا اسالك على جماهير حاجة. مجانين بالكوره. طب ده سؤال مهم قوي، انا عايز اسالك على حاجه مهمه قوي. إيه انت بتشوف الناس المحللين، مثلا واحد كان بيلعب في الاهلي فمحسوب على الاهلي، واحد ما بيلعب في الزمالك محسوب على الزمالك، بيطلعوا في استوديوهات التحليل اللي هم بياخدوا فلوس منها، بياخدوا مقابل مادي، اكيد. وبيطلع يقول كلام مش هو الحقيقي، بس عشان يرضي جماهير النادي بتاعه، علشان هو محسوب على النادي ده. انت بتبقى شايف الموضوع ده؟ بيبقى باين. يعني المحللين الفنيين عامه بيبقى باين اللي عنده اجنده عايز يرجع تاني النادي، فبيحاول يتكلم كويس عشان ما يقطعش الحبال مع النادي بتاعه الاساسي عشان ما يرجع تاني. ماشي. وبيبقى في النوع التاني اللي هو لا، انا هرضي الجماهير وانا صوت الجمهور وانا بتكلم بصوت الجمهور وماليش دعوه باي حاجه بالقوانين ولا بالعدل ولا. فالنوعين موجودين. فاهم قصدك الصراحه يعني. طيب، شايف ان الفلوس اللي بياخدها دي فلوس حلال ولا حرام؟ لو واحد، لو مثلا هو بياخد فلوس مقابل الكلمه اللي بيطلع يقولها، لو هو بيقول كلام عكس قناعاته عشان يرضي الناس دي، هل المقابل المادي ده انت بتشوفه عادي؟ ده طبيعي؟ لا انا مش هحلل واحرم. تمام. الصراحه بس انا شايف انه ده موجود كتير قوي في مصر. تمام. يعني دي مش حاجه جديده. انت مين في مصر هنا بيقول رايه بحياديه وبطريقه صح عشان يقول حاجه مفيده للناس؟ مفيش. فاهم قصدك. مفيش. مين اللي بيحلل كوره فعلا؟ يعني انا اللي بيجي في دماغي اول ما اقول كلمه تحليل في مصر بقول ميدو. ميدو. ما بقولش حد تاني. حلو. كنت اسالك السؤال ده، مين بيعجبك؟ مفيش حد تاني. ميدو. ليه ميدو؟ عشان ميدو راجل فير، وراجل اسمع له، عاش الكلام ده، عاش الخبرات دي. حتى لو الكوميكس طلع على ميدو ان هو يعني مثلا انا بشوف ان ميدو قال 100 حاجه، في 30 40 حاجه خيشت، بس قال 60 حاجه صح. لا ايه المشكله؟ حتى لو قال اقل من 60 هو الراجل يعني هو الراجل عاش ده، فانا هصدقه وانا هسمعه. هو بيتريقوا على ميدو كانه ما لعبش كوره. لا يعني انا فاكر ساعه الافيه بتاع مره انا وزلاتان. ودي حاجه تضايق عامه. هو ميدو مثلا ما عندوش تجارب مع لعيبه تانية يقولها. يعني مثلا مش هينفع يقول مره انا وهنتلار بتاع اياكس، ولا مره انا وفان نيستلروي. انا ما لعبتش معاه، انا لاعب مع زلاتان. أيوة. ولعب مع دروجبا، فهو أيوة. ما يطلع يقول مره انا هيقول يا مره انا وزلاتان يا مره انا ودروجبا، فهو مش بيتنطط. هو لعب مع الناس دي. انا برضو يا جماعه يعني في الناس مش فاهمه ده. يعني احنا لو بنتكلم على ميدو، خلي بالك انا ضد ان احنا نقلل او نسف. انا معيش مشكله تجربه ميدو خدها كامله، تجربه ميدو كامله تجربه عظيمه. في حاجات كل واحد مش هقول سقطات، بس كل واحد فينا يا رامي عنده حاجات بتقع منه عادي. طبعا. بعدين ميدو ده كان عيل صغير وهو طلع يعني. ميدو طلع عنده 18 ولا 19 سنه. ده ما يعني بالمرحله اللي هو فيها، بالوقت كمان. خلي بالك احنا بنتكلم من 25 30 سنه. مفيش اي ريفرنس خالص. مفيش اي ريفرنس، مفيش حد يرجع له، مفيش مرجع. مفيش. هو بيعمل الاخطاء لاول مره. الناس اللي بعديه كلها
عندهم ميدو، اتعلم من ميدو. ميدو ما عندوش حد يرجع له، صح. فمع شخصيته برضه ميدو كان شخصيه صداميه صعبه برضه. ايوه وهو معترف بده يعني. برضه احلى حاجه في ميدو ان هو شخص يعني هو ما بيقولش على فكرة. انا مش ملاك يا جماعه، أيوة. انا بغلط وانا بقول ان انا غلطان عادي. واقول لك حاجه، وحياه ربنا من اكتر الناس في اوقات كتير جدا اللي بدي النادي الاهلي حقه. تخيل بقى، عشان هو راجل فير. ما ده يعني يعني أنا لك كلامي في الاول، هو راجل فير. خالد الغندور يعني بالنسبه لي يعني لا كابتن خالد انا عندي مشاكل يعني كلهم عامه، مش بس كابتن خالد، عشان الناس برضو ما تفتكرش ان الزمالك لا او مثلا ولا حاجه. كريم حسن شحاته كويس بصراحه، ليو عليه يعني قصدي ساعات يا رامي هو زملكاوي بس ساعات بيتكلم على الاهلي كويس، بحس كده. لكن مثلا كابتن خالد الغندور لا، هو واخد اتجاه ان مفيش يعني كابتن خالد الغندور الصراحه برضو بيقول تعليقات ما بتعجبنيش خالص يعني الصراحه. يعني مثلا برضو انا كنت بتفرج وسالوه انت بالنسبه لك مصطفى شوبير حارس كويس ولا لا، فقال لا ده انا ما ينفعش تسالني عن واحد ما لعبش بقاله 6 شهور. هو برضه الراجل لعب في بطوله افريقيا وكان مأدي كويس جدا وعمل كلين شيتس كتيره جدا، فبرضه ما ينفعش تقول عليه اول حاجه تيجي في دماغك لما اقول لك مصطفى شوبير تقول لي ان هو ما لعبش بقاله 6 شهور. يعني هو طبيعي ان هو مش هيلعب على الشمال يعني. اكيد ما هو لعب كويس على فكره. فبرضه حاسس ان ليه تعليقات بصراحه ما بتعجبنيش. طيب قبل ما اخرج بس هنسال الناس عشان ندخلهم معانا في الموضوع ده. انت يا جماعه لو انت راجل اهلاوي قول لي مين من الاعلاميين الزملكاويين بيعجبوك، وانت لو زملكاوي قول لي 2 يا عم، قول لي 1 بلاش 2 لان ممكن في ناس مش هيقول لك لا مفيش حد بيتكلم كله بيطبل للنادي بتاعه. بس يعني قولوا لنا برضو ارائكم. هندخل بقى رامي على بص، لما طلعت من كام يوم الدنيا وشتيمه وبتاع بس كله بحسنات يعني الحمد لله ما عنديش مشكله يعني كله خير. يعني عادي. بتكلم في موضوع رامي السكواد بتاع الاهلي والسكواد بتاع بيراميدز. شفت انت بالنسبه لك يا رامي، انت راجل اهلاوي، شايف مين هنا لو هنختار 11 ممكن تقول لي 11 من هنا ومن هنا؟ لو بتعمل ماكس وبتختار 11 قول لي التشكيل بالنسبه لك انت المثالي. سؤال فاجئتك. عندي مشكله في الجون، فانا هحط جون مفاجاه، هحط مصطفى شوبير. لا مش مفاجاه بالنسبه لي يعني. انا بالنسبه لي مصطفى شوبير يتحط على الشناوي، على محمد الشناوي دلوقتي يتحط على احمد الشناوي دلوقتي حاليا الاثنين انا معاك ماشي. شيبي كده ماشي، هاخده باك رايت مفيش معاك انا كمان الصراحه. واخد علي معلول باك ليفت معاك انا كمان برضو. فاهم قصدي؟ يعني هاخد علي معلول زي ما هو كده بوضعه انا هاخده باك ليفت. قلت مفيش باك ليفت في الاهلي بس لو علي مفيش غير علي مفيش، وهو احسن من حمدي بصراحه كتير طبعا، حتى وعلي بنص مستواه احسن باك ليفت في مصر. فانا معاك في الباكين. فانا هاخد جول لغايه دلوقتي. هاخد ياسر ابراهيم ماشي بصراحه، عامل نهايه سيزون حلو. انا هاخد ياسر واخد اسامه جلال. اسامه جلال بيعجبني بس دايما بحس ان هو عنده حاجه ناقصه، ما اعرفش ليه. دايما بحس ان هو في لحظه من اللحظات عنده الغلط اللي بيؤدي للكارثه. بص هو مش محظوظ في حاجات كده برضو في اصاباته. بحس ان هو دايما في بس يعني ككواليتي لعيب هو احسن واحد فيهم كلهم. هو كويس، مش بقول لك ان هو لعيب وحش، بس انا دايما بحس ان هو مش موجود في اللحظات اللي انا محتاج فيها السيرد باك بتاعي. طب هتاخد مين؟ مش عايز اقصر عليك، انت خدت ياسر، مين تاني معاك؟ هاخد ياسر وهاخد رامي ربيعه، هاخد الاثنين بتوع الاهلي. ماشي ديفنس الاهلي. هاخد يعني الديفنس كله يعتبر من غير الشيبي بس. الشيبي الشيبي هو الوحيد اللي طيب نص الملعب هاخد الاثنين بتوع بيراميدز اللي على الدايره، توريه وكارتي. هاخد الاثنين ماشي الصراحه. واخد امام طبعا. ماشي امام قدامهم طبعا. وهاخد ابراهيم عادل هناك طبعا، عشان انا في وجهه نظري عامه ابراهيم عادل هو احسن لعيب في الدوري. انا عارف بقى ان انت ممكن تقول لي بن شرقي. لا ممكن تقول لي زيزو. بص هقول لك حاجه، ممكن تقول انا بقى في وجهه نظري بن شرقي. وهو بن شرقي، انا بن شرقي انا حاسس بن شرقي ضحك علينا. انا اسف، انا بن شرقي قلت احسن صفقه، وكنت بقول محمود قلت لك بن شرقي احسن صفقه جت وصفقه القرن. بن شرقي في حاجه من الاثنين، يا مصاب يا بيشتغلنا، انا ما اعرفش في حاجه غلط. لا وتغيير الجهاز الفني برضه. لا بس رامي خلي بالك تغيير الجهاز. لا بن شرقي في الدقيقه 20 نفسه مكروش ازاي؟ بس هو لا في حاجه غلط، هو بن شرقي مش طبيعي، في حاجه مش طبيعي. بس انا بكلمك حتى على مستوى السيزون كله. انا اخد ابراهيم، انا مقتنع ان ابراهيم عادل ده مستوى احترافي. ده الولد ده حرام ان هو يقعد. يعني تاخد ابراهيم على حسين الشحات وعلى بن شرقي وعلى بن شرقي دلوقتي. او الناحيه الثانيه مين بقى؟ ده دلوقتي احنا كده في الوينج بتاعنا. الناحيه الثانيه هاخد يعني للاسف هقولها لك بس انت مش هتقتنع بيها عشان انت هتبقى ضدي في الموضوع. طاهر؟ هاخد طاهر. لا هو دلوقتي طاهر كويس قوي. انا هاخد طاهر. يعني الساعه كام دلوقتي؟ الساعه 11:30. لو احنا بنتكلم النهارده 11:30 في اليوم اللي بنصور فيه، طاهر احسن فيهم. انا مقتنع عامه، بس مش قصدي على النهارده. لا انا بكلمك برضه عامه على سيزون. انا هقول لك حاجه، انا دايما لما باخد اللعيب هاخد الخطه، ما ينفعش كلهم جامدين. مش قصدي حاجه، مش قصدي ان طاهر مش جامد. بس طاهر هيعمل لي ادوار غير خالص اللي انا عايزها من مثلا واحد زي ابراهيم عادل. ماشي فاهم؟ انا محتاج طاهر بيرجع يدافع اكتر، طاهر بيشوط كويس، طاهر بيزيد، طاهر بيدي 100% في الماتش، بيضغط، بيدافع، بيعمل. فانا بحب طاهر عشان كده الصراحه. يعني كل ما اتفرج على طاهر بالنسبه لي لا لعيب مفيد. بس رامي انت ما بيضايقنيش. متخيل ان طاهر دلوقتي بتتكلم عليه كويس، ان النادي كان يمشيه شهرين 3 وان الجماهير ما كانتش انا شايف ان ده طبيعي. الاهلي مين من اللعيبه ما كانتش الاهلي عايز يمشيه؟
كل شويه تلاقي لعيب طالع ولا عايز حسين الشحات كان نجم دلوقتي عايزين يمشوه. بالظبط. ما مين يا مان حسين ده فاكر الخناقه لما جه وجبناه من العين ودفعوا قد كده وفي الاخر حسين هو. طب انت ده سؤال حلو بس كمل عشان ما اقطعكش، كمل التشكيل بالنسبه لك. وطاهر انت قلت طاهر وابراهيم عادل. ابراهيم عادل وطاهر دول بالنسبه لي الوناك بتوعي، وهاخد اسمه ده، هاخد المهاجم بتاع الاهلي وسام او وسام. احسن من مايلي. وجهه نظري. انا مختلف معاك في مايلي، هلاعب مايلي وهلعب ببن شرقي وابراهيم عادل زي ما انت قلت وامام، وفي نص ملعب الكارتي وتوريه ومعلول الشيبي ياسر ابراهيم واسامه جلال. يعني اسامه جلال لو مش مصاب هتاخده، بس ما تسال عليه هتلاقيه مصاب. لا هو مصاب ما احط، لا عادي ممكن احط مرعي يحط. قصدي ما هو خلي بالك انا مع احترامي انا طلعت او الناس طلعت هاجمتني، انا اول واحد قلت ان داري، انا شايف ان داري سيرد باك مش نادي اهلي خالص. لا داري ضعيف جدا. ومعلش اللي جاب داري بالرقم ده لا اشرف ده انا برضو عايز اعرف ضعيف جدا محمود بجد، مش وده مش تقطيع يعني، انت النهارده صوتك مش طالع. اللي جاب انا ما اعرفش هو جاب كام، ب 4 مليون يورو تقريبا حاجه كده. 3 مليون يورو ده رقم كبير مش رقم قليل، رقم كبير جدا على فكره. انت وسام جاي، انت عارف ان وسام جاي بمليون ونص تقريبا وهو خد يعني اقل من كده، فده رقم كبير جدا. فانا ما اعرفش برضو اللي بيجيب. بالنسبه لي داري والعيش عامه، بس انا بحس ان في الزمالك عندهم بيختاروا يا رامي احسن، بيجيبوا يعني هم احسن بيجيبوا لعيبه. دي حقيقه. وارخص. دايما احسن لعيبه بتطلع من نادي الزمالك. دي حقيقه. نادي الزمالك كنادي بيلمع. غير انه بيلمع، انت فرصك انك تنجح قوي في نادي الزمالك اعلى لان الضغوطات اقل. مبدئيا انت بتلعبش كل سنه، مش محتاج توصل نهائي افريقيا وتاخد البطوله، فانت عندك فرصه كلاعب صغير ان انت تبتدي تأدي احسن. ايوه ما ده حلو. انا قصدي برضو عشان الناس تفهم، انت لما تجيب واحد وتسيبه هيلعب وحش حلو فهياخد ثقه فيبقى جامد. بالظبط. في الاهلي مش بيلمع أصلا. الاهلي كده يلمع من غير حتى ما تلعب. الاهلي نجوميه مش طبيعيه. بس بتكلم على ان في الزمالك يعني مثلا زي امام عاشور ليه وصل لمستوى مش طبيعي، ان هو عارف مع كولر رامي وحش حلو هيلعب. صح. انت وانت لعيب لو وصل لك احساس ان انا كده هلعب هتبقى جامد قوي. لو وصل لك احساس ان انا النهارده لو وحش هقعد هتموت نفسك. وده اللي بيقولوا على زيزو لو زيزو كان واصل له ان انا كده يا معلم انا مقتنع ان زيزو هيتعب قوي في النادي الاهلي. على فكره انا شايف ان ممكن ابو بكر هيتعب. خلي بالك زيزو هيتعب في النادي الاهلي. انا اسف. هيتعب. بمعنى ايه؟ مش مكانه مش مضمون ومش بالاريحيه اللي كان واخدها في النادي. يعني انت زيزو بن شرقي تريزيجيه، ما تنساش تريزيجيه. لا استنى انت هنسى ايه؟ زيزو بن شرقي تريزيجيه طاهر حسين، رتبهم لي. رتب لك الخمسه. رتب لي الخمسه. ما هو خلي بالك ترتيبهم مختلف عن بعض. بمعنى ايه؟ قبل بس ما اجاوبك على الترتيب، هو هيلعب 2 وهيقعد 2 بره. بالظبط. ما هو المدير الفني لو انت بتقول لي انا انت كمدير، انت مدير فني، انا مدير فني بتاع النادي الاهلي، انا هلاعب مين؟ هلاعب بن شرقي وهلاعب طاهر، او هلاعب تريزيجيه وهلاعب طاهر برضو اساسي. مش هلاعب زيزو في الاول بصراحه. ليه مش هلاعب في الاول؟ ليه مش هلاعب زيزو في الاول؟ عشان زيزو عليه ضغوطات كبيره قوي دلوقتي. اولا هو الانتقال بتاعه انتقال صعب جدا. انا شايف ان هو الموضوع بقى بوخ. يعني احنا خدناه في حته مع ان العالم كله اللعيبه بتروح من نادي لنادي عادي. صعب قوي الصراحه. احنا الناس هنا مبهدلينه ومبهدلين ابوه وعيلته. مش قصدي حاجه، لا هو مش حازم امام برضو يعني بالظبط. يعني هو كده لعيب كبير. زيزو طبعا لعيب كبير، بس لو كان الدنيا تتقلب على الصفقات اللي بجد اكتر. بس هو مش شيكابالا راح للنادي الاهلي يعني عادي. يعني هو مش شيكابالا، ده اللي انا عايز اقوله. هو مش شيكابالا، مش عماد متعب يعني فعادي. حسام غالي. بالظبط. انا شايف ان هو عادي، وشايف ان هي حاجه متوقعه جدا. واحد ما جددش عقده بقى اخر سنه، فطبيعي جدا يروح النادي الاهلي. يعني هو الراجل عايز ياخد بطولات والدنيا ما اتقلبتش على امام، مع ان امام احسن من زيزو بكتير كلاعب كوره، ككواليتي لعيب. اوفرول امام احسن. ما اتقلبتش قوي على امام زي زيزو كده. ما عشان زيزو راح دايركت برضه. خلي بالك امام برضه عشان راح من ميتلاند، فالموضوع مختلف شويه في رايي يعني. ممكن. لكن زيزو راح دايركت. وبعدين زيزو دلوقتي هو كان رايح وهو خلاص في البيك. يعني احنا اخر سنتين بنتكلم ان زيزو من احسن 2 يعتبر، يا هو يا امام يعني في الدوري الصراحه. في الدوري الصراحه. بس انا مقتنع ان هو هيعاني شويه في اول، او حتى المدير الفني الذكي اللي هيعرف يحمي زيزو في الاول. طب انت مقتنع ما يسلموش؟ مقتنع يا رامي ان هو، انت مقتنع ان هو يعني في الزمالك كان جامد عشان هي فرقه ضعيفه؟ يعني الزمالك فرقه لا ما تاخدش من زيزو. لا طبعا زيزو لعيب جامد، مش قصدي حاجه. بس انا قصدي ان انت هتسلمه. لو انت لعبته اساسي على طول وحطيت عليه كل المسؤوليات اللي احنا عندنا زيزو، انت سلمته خلاص. هو اول غلطه ما هو برده جماهير نادي الزمالك مش جماهير قليله. ايوه هم مش هيسيبوه في حاله. فاهم قصدي؟ هو خلاص هم قاعدين له كله غيره. لا في انت عندك تريزيجيه ممكن يلعب في الزمالك. في الزمالك طبعا ما فيش غيره. انا قصدي كده. لا في الزمالك في اريحيه، هو عارف كده هيلعب. كده مفيش ضغوطات. ايوه. لكن الاهلي فيه ضغوطات، بس في نفس الوقت هو لعيب كبير. بس المدير الفني عليه مسؤوليه ان هو ما يسلموش، ان هو ينزله يلا يا زيزو هتلعب 90 دقيقه، فزيزو هيغلط في ال 90 دقيقه فالناس هتحمله هتشيله. لا الكلمه انت قلتها دي بتاعت حسام غالي كان دايما يقول لي كلمه عبقريه قوي. يقول لي الاهلي مش عايز لعيب جامد، الاهلي عايز لعيب عنده شخصيه. بالظبط. دي اهم حاجه. انت ممكن تجيب لعيب جامد قوي
معلش صوتي. ممكن تجيب لعيب جامد قوي يا رامي وفي الاهلي ما يبقاش شبه النادي الاهلي بالظبط. انا نادي اللعب في النادي الاهلي والعكس، ممكن تجيب لعيب مش جامد قوي بس عنده شخصيه ذكر ما بيخافش. مصدق باشا انا هقول نزلني لك حاجة. حطني هو مش فارق معايا. مروان عطيه على فكره. مروان عطيه لعيب كويس. انا معاك، لعيب كويس جدا. انا معاك. والولد في نص الملعب غيابه مؤثر جدا، فاهم قصدي؟ جدا. هو لعيب انت في النهايه بس من بره عشان ما برضه ما تزعلش مني، بس يعني مروان ولا طارق حامد؟ لا طارق طبعا. طارق ده اللي انا قصدي اقوله. طارق مقاتل بالظبط. طارق لا مروان لعيب جامد جدا، بس بالنسبه لي ديانج احسن من مروان واحسن من حمدي فتحي واحسن. انا بالنسبه لي ديانج ده خساره. استغناء ديانج ده كان ديانج ده انا بالنسبه لي احسن واحد مرعب مفيش زيه. وبعدين كان شويط مش طبيعي. الواد كان شويط قوي. رامي بيدافع وبيهاجم وبيشوط وبيعمل كل لا حاجه. وبعدين يخوف، هو لو دخل عليك في الملعب اصلا انت مش طبيعي مرعب. فانا انا ديانج بالنسبه لي من احسن الناس جت في 3 4 5 سنين اللي فاتوا في من احسن الصفقات ما اعرفش يعني النادي الاهلي محتاجه بصراحه. من يعني هو الفتره الاخيره النادي الاهلي مش موفق في الانتقالات ده في رايي. يعني مثلا جراديشار انا عندي مشاكل كتير. انا كمان انا ايه رايك بقى؟ انا مش مقتنع بيه. هو لعيب على فكره مموت نفسه وهو عنده حاجه كويسه ان دايما يا رامي الفيرود لازم يبقى محظوظ. هو محظوظ قوي. وهو ما تقدرش تقول عليه محظوظ على قد ما هو الواد برضو بيقف صح. يجتهد. يعني هو بيجتهد بس محظوظ. بس هو الولد بيقف صح. بس انا قصدي امكانياته مش امكانيات. يعني هو ولا محمد شريف؟ لا محمد شريف كان كلينيكال اكتر. محمد شريف كان سترايكر مرعب. انا معاك بصراحه. انا شايف ان محمد شريف احسن. محمد شريف كان وشايف ان محمد شريف لو راح الزمالك هيفرق معاهم جدا. يا ريت عامه. انا اصلا بحب اللعيب ده على فكره. وانا محمد شريف كان لعيب كويس قوي. طيب سؤال بقى عايز اساله لك مهم قوي. ليه شايف يعني بيراميدز دوري كاس ودوري ابطال افريقيا ثلاثيه كانوا هياخدوا يعني كانوا ليه انت شايف ليه ما بياخدوش بطوله او ما بيكملوش او ايه اللي بيحصل؟ الفريق كان او دي نغمه بتقال كتير وكل يقول لك مش بتوع النفس الاخير. وجهه نظري هي نغمه ومش صح جدا خالص تماما. ما ينفعش تتخذ حق الفرقه اللي واصله للنهائي بطولتين وكانت متصدر الدوري لحد الاخر في انك تقول ان هي مش فرقه بطوله. ده مش منطقي. ده رقم واحد. رقم اتنين انا مقتنع ان هم اتظلموا في الدوري وانا اهلاوي. انت مقتنع ان هم اتظلموا؟ طبعا فرق كبير قوي. انت لعبت كوره وانت فاهم فرق كبير قوي. انا ادخلك ماتش واقول لك الفرق 4 نقط، فرق بين ادخلك الماتش واقول لك الفرق نقطه. طبعا انت القرارات اللي هتاخدها في الملعب غير مظبوط. فاهم انت بتشوط قرارك مختلف عن فرق 4 نقط عن قرار فرق نقطه. يا معلم زي فاضل 10 دقايق ماتش يخلص. فاضل نص ساعه وماتش يخلص. فرق كبير قوي. انت هنا في اريحيه نص ساعه، هنا في 10 دقايق. انت حطيت عليهم ضغط. طبعا الفرقه محطوط عليها ضغط فرق نقطه. لا طبعا مش عارفين ينافسوا. هم حاسين ان هم مظلومين وعليهم ضغط زياده. مظلومين؟ انا شايف ان هم في ايه بقى؟ ما انتخابك اللائحه القرارات مش واضحه. ما ينفعش دلوقتي تيجي تقول لي اللائحه. بس اقول لك على حاجه برضو عشان اكون برضو احقاقا للحق. الزمالك السنه اللي فاتت كان هينزل درجه ثانيه وعلشان ما ينزلش غيروا له اللائحه. يعني الزمالك خصموا منه 6 نقط وكان طبيعي ينزل درجه ثانيه. يبقى اقل حاجه تعمل مع الاهلي زي ما عملت مع الزمالك. ما هم ظبطوا الزمالك. ايوه ما هم بس ما ظبطوش الاهلي. يعني هم دلوقتي ظبطوا الاهلي بس ما ظبطوش بيراميدز ولا الزمالك دلوقتي. بس اسمعني بقى، المفروض الاهلي الزمالك كان ينزل درجه ثانيه وهم ظبطوه. عشان ما نزلوش الزمالك. حلو وهم ظبطوه. حلو. اه دلوقتي بقى هم جم على النادي الاهلي ظبطوه عشان زيادة. محمود الكلام مش عاجبه. انت على ايه؟ الزمالك ما كانش هينزل درجه ثانيه. لا اللائحه اتغيرت. كان المفروض اللائحه اتغيرت اللي كان بينسحب ده في قرار ده موجود. ده عشان كده غيروا القرار. عشان كده هو الطبيعي ان الاهلي يتخصم منه 6 بس القرار اتغير بقى 3 السنه دي. كانت اللائحه ايه بقى؟ ان 6 نقط وينزل يعني كان في نزول درجه ثانيه شالوها عشان الزمالك ما ينزلش درجه ثانيه. طب ممكن اسالك على حاجه؟ الزمالك الجامل يعني. اسالك على حاجه؟ اسال يا باشا. اللائحه دي مش كل الانديه بتمضي عليها؟ حصل. طب ليه معترضين دلوقتي؟ عشان الانديه المصريه مضت من غير ما تشوف. انا مقتنع بده. يعني انا مقتنع ان مفيش مسؤول. لا معلش انا برضو عايز اقول حاجه يا جماعه. هو مش طبيعي. يلا يا جماعه بسم الله الرحمن الرحيم نمضي. يلا هنمضي. خد ورق كده يا باشا اللي هي الاجازات ومعاها اللائحه. انت عارف رامي ان ممكن يكون كمان القرار ده بيتاخد والله العظيم على واتساب عادي. ما حدش فاهم حاجه. يعني يا جماعه احنا لسه ممكن عادي يبعتوا لهم على الواتساب جروب عاملينه هم. يا جماعه في قرار يلا يا جماعه يلا يا حاج احنا معاك احنا هنخونك يا حاج. يا باشا يلا يا استاذ طه. ما هو استاذ طه عزت. يلا يا استاذ طه عزت مدير لجنه المسابقات. يلا احنا معاك. والله انت زعلان كده من الاهلي ان هو بيذاكر؟ لا انا مش زعلان من الاهلي ان هو بيذاكر على قد ما مفيش وضوح من الاول للقرارات. انت المفروض من الاول تقول يا جماعه اللائحه اتغيرت. تبتدي الناس تعرف. ما هو برده مش طبيعي جمهور كوره. مفيش جمهور كوره في العالم بيذاكر لائحه المسابقات يا جماعه. صح. يعني انا ما اعرفش لائحه مسابقات الدوري الانجليزي. ايوه مش دوري انا مالي. بس اللي انا عارفه كمشجع بدائي اللي حصل السنه اللي فاتت شفته بعنايه. المفروض حصل نفسه السنه دي. فالمفروض اللي حصل السنه اللي فاتت كتوابع يتكرر معايا السنه دي. اللوائح مختلفه. ما لازم تقول لي. ما ينفعش تسيبني لحد ولو هي اللوائح مختلفه انت قاعد اسبوعين ليه؟ طالما اللوائح مختلفه. اقول للانديه يا شريف. اقول للانديه ان هي دي اللوائح وهم بيمضوا عليها. انا موافق. طب يا محمود قعدوا اسبوعين ليه ولا 3 اسابيع؟
طب عملوا القرعه في 5 ايام ازاي؟ ايوه ما هي دي هو مصايب في حاجه اسمها قرعه من على غير فكره إعلان؟ على فكره برضو عشان اكون برضو اقول لك حاجه، انا لما اتكلمت على النادي الاهلي وكابتن خطيب ان ده قرار غلط وكل الكلام ده، انا بتكلم يا رامي ان في الاخر انا شايف كمان ان الرابطه حطوا يعني هم خلي بالك هم ضروا الاهلي في حاجات، خلوا الناس طبعا. تقول ان الاهلي بيتجامل. مفيش قرار. عشان هم مش واضحين، ما ده اللي بقوله. صح، لكن احنا بنتكلم بقى على كابتن خطيب دي حاجه تانية خالص، ان لا كان ممكن يعدي الليله ويلعب عادي وبتاع، إيه ده؟ كبر الموضوع الاهلي قوي. كان هيكسب. يعني كبروا الموضوع قوي يا محمود، ده اللي انا عايز اقوله. الاهلي كان هيكسب. اي اهلاوي يا جماعه لو بتتفرجوا علينا يا جماعه وخليك فير، والله العظيم ده اهلاوي، والله العظيم رامي اهلاوي واهلاوي والله يا يعني، جدعان. ومحمود اهلاوي بقى رخم، وانا راجل اهلاوي بس بجد، بس بشغل دماغي في حاجه، الاهلي غلطان طبعا، لكن في الاخر في لائحه والثلاث نقط المفروض كانوا 6 بس اللائحه اتغيرت عشان اتطبقت اتطبخت للزمالك فهي اتطبخت للاهلي بالظبط. وبالاخر الاتحاد والرابطه بتبخ كل حاجه مش اهلي وزمالك. واصلا هو غلط الاهلي الجامل والغلط الزمالك الجامل كل غلط 100%. بس انا برضه عايز اقول حاجه بقى برضه بالمناسبه اللذيذه دي، هو احنا امتى هنلعب بحكام مصريين القمه؟ انا مش فاهم يعني، هو مفيش بلد في العالم. انت شايف ان في حكام يقدروا يديروا عادي. القمه؟ هو كل التحكيم في كل الانديه الاوروبيه في كل الدوريات في كل عنده غلطات. في غلطات طبعا، بس عمرك ما هتلاقي كلاسيكو مدريد وبرشلونه في حكم انجليزي، مستحيل. حكم اسباني بيغلط. ده قناه ريال مدريد بيطلعوا تقارير قبل الماتش ساعه وساعه الا ربع وثلث بيشتموا فيه الحكم. ايوه بيطلعوا فيه اخطاء بس هي دي دول قناه ريال مدريد السنه، وفي الاخر الحكم بيطلع عادي. يعني انا قصدي امتى هيبقى عندنا كرة طبيعيه جدا الحكم المصري بيدير المباراه المصريه بين الناديين المصريين في مصر في القاهره؟ امتى يعني؟ احنا لحد امتى حكام اجانب؟ انا مش فاهم ايه فايدتها، ايه الموضوع بيفرق عن ايه؟ ما هي القوانين هي طب انت بيطبق هي ايه قوانين. الحاجات اللي انت شايفها برضو يعني مش هقول لك فجر بس يعني ايه الحاجات اللي بتشوفها في مصر اللي هو زي يا جماعه ده بيحصل يعني يعني او مثلا معقوله الدوري المصري لحد النهارده انت يا رامي الدوري بتلاعب ده انت النهارده؟ لا ده انا سمعت ما اعرفش ده بجد ولا لا إيه؟ لغوا الهبوط ولا حاجه؟ ده احتمال كبير. انت عارف ان هم الهبوط لا هو اصلا بالتصويت بيدرسوا الغاء الهبوط، وفي قرار بيتقال دلوقتي ان الاهلي هو الوحيد اللي مش موافق الا لو هيزودوا الاجانب، يعني لو هيزودوا عدد الاجانب من 5 ل 6 الاهلي هيوافق على ده. وهو برضه عشان نبقى واضحين هو القرار ده معمول عشان الاسماعيلي ما يهبطش. بالظبط، عشان نادي الاسماعيلي ما يهبطش. طب وده صح؟ هو مش صح بس في نفس الوقت هو الدوري المصري مش حمل ان نادي جماهيري ينزل درجه ثانيه زي النادي الاسماعيلي. ايوه يا رامي بس هم بيحاولوا. انت عامل مسابقه ليه؟ طب من اول بقى ما تدخل ما هي المسابقه كلها بايظه، فما دلوقتي جماهير الاسماعيلي هيقولوا هو جت علينا. طب ما انتوا الدنيا كلها بايظه يعني. انتوا هي جت علينا. فانتوا كل سنه تيجوا تعملوها. اذا لجنه المسابقات بقى لها شهرين بتاخد قرار هي عارفه ان اللائحه متغيره، طب انت قعدني شهرين ليه؟ طب ما اللائحه متغيره ما تطلع تقول في نفس اليوم ان اللائحه اتغيرت. طب انت شايف يا رامي مين يدير الدوري او الدوري يدار ازاي؟ مين يجيبوا مين؟ يعني انا هقول لك حاجه كان عاجبني قوي قبل ما انسى، فاكر فضل لما نظم بطوله في محمد فضل؟ كان وجاب شباب كده وزي الفل وناس بتتكلم انجليزي كويس. صعب قوي يا شباب. في ناس ماسكه في الكراسي وفي اسامي مش هينفع اقول اسامي بعينها يعني، بس في ناس مش لا قول اسامي يعني. مش يعني هاني ابو ريده، كابتن هاني ابو ريده هو ده هيسيب المنصب يعني؟ لا اكيد مش هيسيبه. هل توابعه هيسيبه لحد يسوق؟ اكيد مش هيسيبه طبعا. طب انت في حد في حازم امام اتهاجم ازاي واتمسح بيه الارض ازاي؟ طب انت في حد شخصيه في دماغك تمسك اتحاد الكوره او تدير الرقم؟ انا مفيش شخصيه في دماغي تمسك. اوكي عندي مثلا حد ممكن اقول عليه وجماهير الزمالك ممكن يعترضوا شويه وهو عمرو الجنايني. انا بحب الراجل ده ماشي الصراحه ومقتنع ان الراجل ده بيدير صح بصراحه. انت مش فايدك الباك جراوند بتاعته مش مهمه بالنسبه لك، المهم يكون هو بيدير صح. لا بيدير صح، الراجل شغال. هو خلي بالك اللي بيمسك اتحاد الكوره هو مش لازم يبقى لعيب كوره صح، مش لازم يبقى عدى، مش لازم يبقى لاعب اصلا يا معاه بس معاه ناس يبقى بيعرف يدير، يبقى دارس. وهو راجل يا اما شغلانته هو عنده CV على فكره دي شغلانه بيقدم عليها بيبقى شغلانه هو الراجل اشتغل فين قبل كده ووصل لتايتلز ايه وبتاع. هو احنا محتاجين حد يا جماعه بيعرف يدير مؤسسه. هو اكيد اللي ماسكين برضه الاتحاد الاسباني والايطالي اللي هم كانوش لعيبه كوره جامد. مش لعيب كوره، هم ما لعبوش كوره اصلا، ما لعبوش مش لازم. يعني خفير تيباس بتاع اسبانيا ده مش راجل لاعب كوره، ما لعبش كوره خالص فاهم عادي، بس هو راجل مدير وعليه مشاكل وريال مدريد شغلانه زي ما تقول مدير شغلانه زي السبورتنج دايركتور اللي بيتريقوا على ميدو فيها بالمناسبه. السبورتنج دايركتور ميدو نبح صوته وبيقول عايز يجيب سبورتنج والناس بتتريق عليه. طب انت شايف ان ده في مصر ينفع؟ طبعا لازم يجيب سبورتنج دايركتور. هيمشي في مصر الكلام ده؟ لازم هو مفيش حاجه اسمها يمشي في مصر بقى، هو ده اللي لازم يتغير. هو الكوره بتدار كده، احنا مش شايفينها كده، دي مشكله. هي الكوره بتدار ان لازم يبقى فيها هيراركي، في ستراكشر لكل نادي، في سبورتنج دايركتور هو اللي بياخد القرارات وهو اللي بينفذ كل حاجه ليها علاقه بكره القدم، في مدير فني بالتعاون مع السبورتنج دايركتور بيقول له انا عايز اجيب مين والمراكز اللي انا عايزها ايه، فبيبتدوا يدوروا. هو ده الكوره.
مفيش حاجه اسمها مدير كوره بس اللي هو بيطبق جزاءات وعقوبات والكلام ده، ما ينفعش. وبعدين طب بقول لك ايه، انت شايف عماد النحاس كابتن عماد، شايف تجربته ازاي؟ وشايف ان هو برضه بالنسبه ل اوليفيرو، اسمه اوليفيرو ولا اسمه ايه مدرب؟ مين؟ مدرب جاي ريفيرو سوري. انت شايف ايه؟ انا شايف كابتن عماد يعني عارف ساق السفينه لبر الامان. هو كابتن يعني عماد شايف ان هو ما يسوقش ما اكتر من كده؟ لا ما يسوقش اكتر من كده، ده وجهه نظري. وشايف ان هو ما تفزلكش. هو عمل وبرافو عليه على فكره، برافو عليه جدا. ما حطش التاتش. وعلى فكره في الاهلي انت مش محتاج تتفزلك، صح. انت اصل انت اسهل هتمشي والله من غير حاجة. انا عايز اقول حاجه، هو في الاهلي انا بالنسبه لي المدير الفني الجامد في الاهلي مش اللي خد بطوله، هو انت كده لازم تاخد بطوله بالاهلي. انا المدير الفني الجامد في الاهلي هو اللي بيلعب كوره. برافو عليك. يعني اللي شخصيته تبان. يعني يبان شخصيته في مانويل جوزيه مدير فني جامد في تاريخ الاهلي. شكله بيلعب كوره، كان عنده ادوات والراجل جمع فرقه ولعب كوره. انت ما بتقيمش بالبطوله. اصل انت في الاهلي، هو انت معلش مش قصدي حاجه، الاهلي ما خدش الدوري السنه دي، هل انا هتاثر؟ لا، انا من اول ما وعيت على الدنيا ما خدناش 2 دوري تقريبا. يعني 2 أو 3 دوري. ايوه فاهم صح. فمش فارقه يعني، مش هي دي. انت ما بتقيمش مدرب الاهلي بالذات ان هو الدوري. الاهلي كده كده هياخد بطوله، اي حد هو كده كده هياخد بطوله. انت عندك كام مدير فني مؤقت خد بطوله افريقيا في النادي الاهلي؟ يعني كابتن محمد خد بطوله يوسف وكابتن حسام بدري واي حد بيمسك، اي حد بيمسك بياخد بطوله. صح. فهي مش وكابتن عماد النحاس لو مسك هياخد دوري ما هو هياخد دوري اه فاهم عادي، وهتتحسب له طبعا. برافو عليه، بس ده مش بياخدش منه. بس اللي انا قصدي عليه انه انت بتبقى مدير فني النادي الاهلي، تقييمك مش بس على البطوله انك كده كده هتاخد البطوله، بس في نفس الوقت انت لازم تكون بتلعب كوره. لازم الجميع يعني كولر كان مدرب بالنسبه لي مش كويس ليه؟ مش عشان مع انه خد بطولات على فكره والسي في بتاعه كويس جدا، بس كان كورته وحشه. ايوه كورته وحشه، ادواته ما كانتش حلوه برده، وده جزء يعاب عليه. كان يطلع من فرقه احسن من كده بكتير. ايوه بكتير، لكن هو كورته ما كانتش حلوه. طيب انت مع ان علي معلول يفضل موجود في النادي؟ طبعا انا كنت ضد كل اللي بيحصل مع علي معلول. انا بالنسبه لي علي معلول شايف ان هو قادر؟ يقدر. معلش يعني هو مين تاني ممكن يلعب على علي؟ لا انا معاك، مش واحد ولا حد. بالظبط، فهو يلعب عادي جدا. يعني عطيه الله يعني ربنا يكرمه. زي ما انت قلت فعلا انا مش خسران حاجه. مين هيلعب؟ انت معلش علي معلول هيديني اوفر يعني. على الاقل انا ضامن من علي معلول اوفر حلو، صح. ضامن منه فاول، ضامن منه ضربه جزاء، ضامن منه حاجه، ضامنها. انا بقالي 10 سنين معاه فانا ضامن. انما الباقيين انا مش ضامن منه. وبرضه عايز برضه ندخل ناس معانا في موضوع علي. انتوا يا جماعه شايفين علي معلول يكمل ولا يمشي؟ شايفين ان في باك ليفت؟ ولو في باك ليفت تاني برضه شايفينه جامد قولوا لنا اسمه في الكومنتات. انت عندك حد في باك ليفت ولا حاجه في؟ لا انا ممكن اقول لك على حاجه بموضوع علي. يلا قول لي. انت عارف ان الجماهير زعلانه، علي صوتك شويه عشان الجماهير زعلانه بخروج علي معلول في الماتش اللي فات اكتر من ان هي فرحانه بالمكسب. دي حقيقه والله بجد، عشان الجماهير مرتبطه بعلي. اصل علي ده اسطوره يا جماعه جدا. علي اسطوره. طبعا يعني علي عادي جدا تاخده فرقه جوزيه على فكره تلعبه. خلي بالك هي مش طبعا سهله. طبعا دي مش سهله، مفيش لعيب دلوقتي في الاهلي تاخده فرقه جوزيه ولا واحد. هو علي معلول. واقول لك حاجه، حتى امام عاشور مش هيلعب فرقه لا 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 ما هتاخده على ابو تريكه، مش هيلعب. ولا حسام غالي ولا الهوا مفيش، ولا احمد حسن ولا مفيش ولا شوقي مفيش. لكن انت الوحيد اللي تاخده علي معلول. صح، تاخده بمنتهى الاريحيه وانت مرتاح نفسيا يعني. صح. تاخده تحطه باك ليفت عادي جدا ويديك في ال3 5 2 احسن كمان. انا معاك في دي. فعلي معلول ده اسطوره. انا شايف ان علي معلول ده الاحسن سيره، هو لازم يعتزل من النادي الاهلي. مليون في ده المية. راجل اسطوره يعني. انا عايز اقول حاجه برضو. امبارح كنت بتفرج، امبارح ولا اول امبارح، والله الايام دخلت في بعض بسبب التسمم. انا جالي تسمم طبعا امبارح معلش. فبقالي يوم نايم. كنت بتفرج على مداخله لاستاذ طه عزت، ليه كل الاحترام، مدير لجنه المسابقات، مع اني مختلف جدا مع لجنه المسابقات، بس انا عايز اقول حاجه مهمه. الراجل ده شجاع. في ايه بقى؟ ان هو طلع يواجه الناس. وعلى فكره مش كل المسؤولين في الكوره المصريه عندهم الشجاعه ان هم يطلعوا في وسط اللبط الكبير واللغط الكتير اللي بيحصل حوالين الموضوع وحوالين لجنه المسابقات، انه يطلع يواجه الناس ويتكلم. انا معاك. ويقول له الماده كذا والماده كذا بتقول كذا والماده كذا بتقول كذا. يعني انا مختلف معاه عامه، بس انا بحييه على شجاعته بمنتهى الامانه الصراحه. يعني انا بالنسبه لي دي حاجه يا ريت المسؤولين في الكره المصريه بشكل عام يطلعوا بيتكلموا بالطريقه دي، ان هو يبقى عندهم الشجاعه دي. نغمه ان بيراميدز فرقه مش بتاع بطوله، عشان محمود كان عايز يسالني، كان قال لي حاجه قبل البتاع ان هو انت قلت لي ان انا عشان طلعت قلت ان انا طلعت قلت الاهلي ياخد الدوري صح؟ بالظبط. وفرق 4 بونت البيراميدز. انا سالتك قلت لي ايه؟ ده كده ياخد الدوري. ياخد الدوري، الاهلي هياخد الدوري. فانت دلوقتي بتقول لي بيراميدز اتضغط والاتحاد ضغطه وفرقه الناس بتظلمها بكلمه فرقه مش بطوله. هقول لك. قول لي. في حاجه في النادي الاهلي يا محمود، الضغط وانت بتلعب يا رامي تحت ضغط، وعارف ان انت النهارده لو خسرت مش هينفع تتمشى في الشارع، ده ضغط ابن لذين. انت دلوقتي هناك برضو يعني مع احترامي نادي بيراميدز ما عندهمش اي برضو يا رامي، هم نادي كبير وكل حاجه، او لعيبه مش نادي كبير، نادي لسه، بس يعني عندهم كل المقومات انهم ياخدوا كل حاجه. صح.
بس يا رامي موضوع ان انت برضو مفيش حد وراك زنقك هيشتمك لو مش حد خسرت، بيشتمك. دي مأثره جدا. واحنا عارفين اللعيبه المصريين يعني هو طبعاً. اللعيب المصري بيتحرك بالجمهور طبعا. هو اللعيب المصري ممكن يبقى 50% امكانيات و50% حماس. ايوه. اه ولو نقلت حد هنا جبت مصطفى فتحي ولعبته في الاهلي تحت الضغط ده هتلاقيه بيطلع اكتر صح. ولو جبته هنا راح فرقه ما فيهاش جماهير هيرتاح اكتر وقاعد بياخد فلوسه وتمام ومحدش هيكلمه. صح. فهو ده اللي انا عايز اقوله، ان الفرق الجمهور والاداره والضغوطات في الاهلي وخبره النادي الاهلي برضه. طبعا. انت يعني على فكره مثلا اقول لك مثال لده، نفس الكلام حصل السنه اللي فاتت في انجلترا. انا بشجع ارسنال عامه، والسنه اللي فاتت الفرق كان 7 ما بين ارسنال وسيتي، وكانت الجوله 30 لسه فاضل 8 ماتشات ولا السيتي هياخد ده. هو طبيعي، هو الفرقه دي حافظه البطوله، متعوده على الضغط، متعوده على البطوله. بيراميدز مش متعود على ده لسه، ولكن برضو انا مصمم على ان عدم وضوح قرارات اثرت على لعيبه بيراميدز واثرت على بيراميدز. ماشي. ان القرارات مش واضحه. طب انت شايف ان هم هياخدوا دوري ابطال افريقيا؟ انا شايف ان هم ياخدوا ابطال افريقيا وياخدوا الكاس. هيكسبوا وهياخدوا الزمالك. هيكسبوا الزمالك في النهايه، هياخدوا الكاس وهياخدوا ابطال افريقيا. انا شايف ان ده موسم ناجح، وانا عامه اتمنى ان بيراميدز ياخد دوري ابطال. والله لسه هقول لك اتمنى انا كمان. انا احب التجربه دي تنجح. والله انا مش معاك، وانا اتمنى صن داونز ان شاء الله. انا عارف البطوله ان شاء الله. انا عارف. لا انا خلي بالك انا ببسط قوي، يعني انا بشجع النادي الاهلي من وانا بس ببسط قوي حد تاني دخل بس ببسط قوي من يلا نخلي الدوري المصري فيه يعني نفسي ويبقى تانية تاخد غير الزمالك، مش عايز اكيد اكيد مش عايز الزمالك ياخد دوري، بس نفسي فرقه غير الاهلي والزمالك. يعني لو مش الاهلي، صن داونز فريق كويس وبيلعب كوره كويسه. على فكره صن داونز السنه دي مش زي صن داونز يا عم والله العظيم صن داونز فرقه وحشه جدا. مش قصدي حاجه، يعني مارسيل كولر تعبهم، فدي مشكله، دي عيبه في تعبنا حقهم. ايه ده؟ والله العظيم 85 ده سايب لهم الاستحواذ. يعني بالظبط. مصر كلها تعبنا احنا. بص يا رامي، عايز برضو اسالك على كذا حاجه كده. يلا بينا. عشان انت عارف انا رايك، انا بحب رايك عشان انت بجد ما بتدخلش العاطفه، يعني انت عقلاني وبتتكلم يعني بما يرضي الله، بتقول رايك. راي الكوره في المدربين المصريين، انت شايف ان في امل في المدربين الطالعين اللي هم موجودين دلوقتي، مثلا كابتن علي ماهر، مجدي عبد العاطي، كابتن ايمن الرمادي، انا بكلمك على الجيل اللي هو احمد سامي، الناس دي، الجيل طارق مصطفى، ما الناس دي كبيره في السن مش صغيرين. انت مين بيعجبك طيب من المدربين اللي في الدوري المصري؟ انا بيعجبني ايمن الرمادي عامه، وبيعجبني علي ماهر. ليه؟ الاثنين عندهم كوره وعندهم فكره وعندهم اسلوب لعب واضح. وجهه نظري انت حاسس ان شخصيتهم باينه على الفرقه جدا بصراحه. انا بيعجبوني جدا، خصوصا علي ماهر، انا بحبه جدا. مقتنع مقتنع ان هو مدير فني شاطر جدا، بس معاك. انا مقتنع برضه في حاجه، طول ما انت مش بتدعم المديرين الفنيين دول ان هم يمسكوا الاهلي والزمالك، هم عمرهم ما شايف ان علي ماهر يمسك الاهلي عادي؟ يمسك الاهلي عادي. معلش يعني هو ايه الفرق ما بين علي ماهر وما بين كولر ككوره كمدير فني؟ ولا حاجه. اسموش مستر بس. بالظبط، ما اسموش مستر علي. بس ايه الفرق ما بينهم؟ والله العظيم ممكن اقول لك صدق كده كابتن علي، اقول له ما يغير خليها مستر علي والمصحف هتفرق. ايه الفرق بينه ككوره؟ مش هتلاقي فرق على فكره. علي ماهر احسن، كابتن علي ماهر يعني طبعا. مستر علي هيبقى واقعي اكتر. والله هو احسن منه ككوره، انا مقتنع بده. وايه الفرق ما بين بيسيرو لما جه رجع دلوقتي ومسك الزمالك وما بين ايمن رمادي؟ معلش يعني هو انت جايب بيسيرو يعمل ايه؟ طب انت شايف ان في مدرب اصلا في نادي الزمالك هينجح بالظروف بالادوات دي؟ مجلس الاداره لازم يقتنع ان المدير الفني اللي هيجي ده معاه سنه تحضير الاول عشان بعد كده يبتدي ينجح. تعرف يا كابتن ايمن الرمادي جاي شهر، قالوا له هتقعد شهر. قالوا له ما هو مجلس اداره نادي الزمالك بيبقى خارج، يعني بيبقى خارج ويلاقي حد ايه، بقول لك ايه، ما تيجي النادي. انا عندي معلومه ان هو ما خدش فلوس، يعني هو قال لهم اكتبوا كاني خدت. طب ما انت هتحاسبه ازاي؟ انت هتحاسبه على نتائجه ازاي؟ ما انت لما تيجي تتكلم هيقول لك يا باشا ما خدش فلوس. على فكره يا محمود هم مش جايبين مدرب علشان يحاسبوه، هم جايبين واحد شهر لحد ما يجيبوا يلاقوا حد. ما هم هيلاقوا حد اجنبي. انا صوتي قوته شويه معلش. هيدفعوا له فلوس، اوكي، هيفشل لان المنظومه كلها غلط. ما هو لازم انا لو من مجلس اداره نادي الزمالك بمنتهى الامانه هسمع كلام ميدو. اهو يا جماعه ده موجه لمجلس اداره نادي الزمالك، اسمعوا كلام احمد حسام ميدو بصراحه. يعني هو ده اللي هيساعدكم في ان انتوا ترتقوا باستراكشر واضح وصريح يأثر المسافه ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك. المسافه كبيره قوي، مش بس في الكوره. بس الدوري المصري يحتمل فكر ميدو؟ لازم يحتمل، لان النادي الاهلي محتمل. وعلى فكره النادي الاهلي فيه ستراكشر، في واضح، في لوائح، صح، وفي انضباط، واي حد بيدخل بيدوب في النظام ده غصب عنه، حتى لو مش ايا جبت مين. صح. نادي الزمالك ما فيهوش كده. برافو عليك، دي حاجه الصراحه، ده كريدت لازم يروح النادي الاهلي. فاهم؟ النادي الاهلي بجد اي حد بيجي بصراحه مهما كانت شخصيه النادي اقوى 100%. مهما كان انت مين بتخش في النادي غصب عنك. لو انت نادي الزمالك ما عندوش ده، هو لازم يعملوا ده الاول. فميدو بيحاول، ميدو عشان كده تعبان. ميدو شغال على ده، وهو لازم ده يحصل، وبعد ما ده يحصل تبتدي بقى تجيب مدير فني وتكسب بطولات وتلعب وتبقى كأن عمرك ما هتبقى عندك فرقه كوره جامده وانت اصلا ما عندكش طب نادي الزمالك هيجيب لعيبه منين؟
يعني هيجيب مين؟ انا مقتنع ان نادي الزمالك فيه ميزه عن النادي الاهلي. نادي بقى؟ الزمالك يقدر يعتمد على المدرسه بتاعته اكتر بكتير من النادي الاهلي. نادي الزمالك بيطلع لعيبه، انا مقتنع بده. لا بس بيني وبينك طبعا انا وجهه نظري الاهلي والزمالك مش موجود الدوري بايخ. طبعا يعني لو الزمالك طبعاً. بعيد وانا الدوري اهلاوي عشان كده بقول له، عشان كده كنت بقول لمحمود انا نفسي بيراميدز. لا ما تقولوش ده اهلاوي. نفسي بيراميدز ينجح والله. ده- عامه ده هيضيف للدوري المصري. خلي بالك لما بيراميدز ينجح ده هيزود فرق في الدوري المصري، ده هيزود مداخيل الدوري، ده يخلي الدوري باشا باشا انا وانت بنعرف نتكلم مع بعض. ممكن ده تتكلم معاه في الاهلي ما يعرفش يتكلم معاه. انسى. هو برضه قافل دماغه. انا هو عنده بصراحة- قناعات ان ما فيش حاجه اسمها اللي انت بتقوله ده خالص، ان الزمالك يا عم مش عايز ياخد حاجه، عايز لا اصل انا في الاخر لا هو ده طبيعي، بس انا في الاخر ده طبيعي ان انت عايز الزمالك ينزل درجه ثانيه. ينزل ثالثه عادي، ايه المشكله؟ أيوة، ده طبيعي ما بين الجماهير. معلش يعني ما هو جماهير ريال مدريد وبرشلونه بيضربوا بعض. ايوه طب ماشي ما عنديش مشكله. عادي. طيب الكلام في الدوري المصري احنا خلاص اعتقد احنا كده اتكلمنا في حاجات كتيره قوي. طبعا هنروح انا وانت كمان شويه نتكلم بقى في هاخدك كده ونروح نشرب قهوه ونتكلم في الدوري يلا الانجليزي بينا. والحاجات اللذيذه دي. بس نسال محمود، انت عايز تسال على حاجه قبل انا عايز اسالك سؤالين بمناسبه كابتن حسن. اسال. هو ميدو ما كانش بيلعب عشان عامل تاتوهات وما كانش بيصلي مع اللعيبه؟ اسال اسئله، انت اسال رامي واسالك رد انت. ده حصل حقيقي؟ أي- ده اتقال. بص، ميدو كان بيطلع من هقول لك حاجة. عشان التاتوهات. هقول لك وهو حاجه بيصلي. هقول لك حاجه ده تحليلي الشخصي بجد، يعني انا حتى ما اتكلمتش معاك فيه. على فكره ده اتقال بجد. بس انا عارف ان ده اتقال بجد. ده اتقال على شريف يعني. ده اتقال على شريف، انا حضرته لايف. انا عارف ده بس خلاص. لا بس انا هقول لك رايي. كابتن حسن كله مميزات بجد. يعني انا كابتن حسن انا بحبه جدا. انا وأنا. المنتخب ده انا مرتبط بيه عاطفيا والله انا وأنا. بحب المنتخب ده جدا وبحب كابتن حسن في جدا. فتره في حياتنا آه، كجيل مش هنساها. وحببك اللي خلاك تحب البلد ما اعرفش. بس انا عايز اقول لك حاجه. كابتن حسن ما ينفعش معاه اللعيبه اللي عندها شخصيه قويه. ميدو لعيب شخصيه قويه جدا. يعني احمد حسن، حسني عبد ربه، ابو تريكه، كل دي شخصيات قويه جدا. بس مش زي ميدو. بس بيدوبوا في السيستم بالظبط، عادي. مش زي ميدو. يعني بيسمعوا الكلام اكتر. وعايز اقول لك ميدو- حاجه كمان. ميدو كان النجم، ما كانش في ساعتها حد منهم نجم. ميدو هو اللي كان نجم. يعني مش عشان التاتوهات. لا ده خلي بالك. ما زيدان كان عامل تاتوهات. ده ليه دور، بس خلي بالك لا في لعيبه بس في طبعا. اتكلموا مع كابتن حسن ان ميدو عامل تاتوهات بس هو ميدو ساعتها كان عامل تاتو. ده حصل. لا. زمان. لا عامل طبعا. يا عم عمل اللي في ايده ده جديد 2006. لا كان عامل بجد والله. مع اني بتفرج على ميدو من زمان. وميدو ما بينزلش معانا في الصلاه في الفجر، مش عارف الكلام ده كان بيتقال. بس ما زيدان كده يا جدعان. يعني محمد زيدان كده. زيدان كان بيصلي. زيدان كان بينزل. والله ما زيدان. لا كان بينزل حتى ما بيصليش، بس كان بينزل معاهم. بس انا عايز اقول لك حاجه بالمناسبه يعني. وبالمناسبه ممكن ما كانش بيصلي، بس كان زمان بينزل يقعد معاهم لا تحت لا في لا الفجر. شريف، الكلام ده كان في 2006. زيدان لعب 2008 لعب 2008. 2008 هيبطلوا يصلوا يعني بقى. انا مش فاهم يعني ايه لعب في مش فاهم. الصراحه شويه 2006. لا انا بعرفي في جزء كبير كده بيقولوا ان ميدو فعلا شخصية. صدامي كمان. يعني ميدو شخصيه. هو انا عايز اقول حاجه مع ميدو. يعني مش بس كابتن حسن، ميدو اتخانق مع رونالد كومان. فاهم؟ رونالد كومان مدرب جامد. بس والنبي يا جماعه بلاش بس نقعد نسف وتفهموني للاخر. انا ضد ان اقول لابراهيم سعيد ده لعيب يا عم خلص على نفسه، ولعيب يا عم مش. ايوه يا جماعه بس هو حقق حاجات. طبعا ما تقللش من ابراهيم سعيد ده. ابراهيم سعيد كان لعيب عظيم. مش معنى ان هو كان المفروض يوصل يا رامي لحته ابعد فان تمسح كل اللي هو عمله. لا ما ابراهيم ينفعش سعيد يعني إن- احسن ميدو انت مختلف معاك على فكره ميدو بيقول حاجات ساعات ماشي ساعات بيخيش تمام عادي. بس ما ينفعش. انا بشوف سف على ميدو كان ميدو ده كان بيلعب مثلا مع احترامي في درجه ثالثه، ولا ميدو ده ما عملش حاجه. لا يا معلم ميدو ده في فرنسا عمرو زكي مره حصل له مشكله سابوه في الشرطه مسكته سابوه عشان ميدو وراهم صورته بيتمرن في ميدو. هو ميدو وراهم صوره للتيشيرت المنتخب وواقف جنب ميدو سابوه. انت ميدو في فرنسا. ميدو كان رامي كان قوي قوي يا رامي. طبعا في هولندا وفرنسا كان نجم كبير. انا اصلا كنت عارف كمان عشان انا متابع قوي ميدو قوي. والناس انا اسف ان اقول لك عشان صاحبك بتطبل له. والله العظيم كنت هقول لك كده دلوقتي. والله العظيم والله كنت هقول لك كده دلوقتي. انا عارف. والله العظيم يا رامي انا بشوف اني انا اصلا اتعاملت معاه. انا مش جاي اشكر فيه، بس ميدو بجد من الناس المهمه جدا جدا في تاريخ الكوره في مصر. طبعا. فبص يا محمود انا وما عنديش مشكله والناس تقعد تتريق وكوميكس، بس يا جماعه ميدو ما كانش لعيب اي كلام زي ما انتوا تقولوا كده. ايه ده على فكره ميدو كان سترايكر صعب جامد جدا. سترايكر مرعب يعني. ميدو كان عنده كل المقومات ميدو كان بقى يا ابني سواريز لما كان طالع كان عيل. كان ميدو هو بيلعب في اياكس. في اياكس كان سواريز ده عيل يعني كان عايز يلعب مع ميدو. احنا بس بنقلل دايما من الناس بتاعتنا. احنا دايما بشوف ان احنا بنقلل من المصريين. صح. بحس كده زي البالون دور مع صلاح. انا مقتنع ان صلاح احسن لعيب في العالم دلوقتي. طبعا هو اللي ياخد البالون دور دلوقتي. بس انسى الدهان. طب ما اقول لك حاجه. طب انا اسالك سؤال برضو بالمناسبه. لما طلعت قلت انا كان بيسالني شيكابالا انت بالنسبه لك شيكابالا احرف ولا محمد صلاح في الحرفنه؟ كلاعب
لا مش كلاعب، كحرفنه. يعني لو مين ممتع يعني انا شيكابالا صح. ده رأيي. هل ده معناه انه احسن من صلاح؟ لا لا هو ميسي امتع من رونالدو. ريفالدو بالظبط. ميسي امتع من دي كريستيانو. نيلسون ده كان بيرقص اي حد. آه. هل هو لعيب مفيد ربع ساعه بتاع مش عارف ايه، لكن ما فيهاش. لكن صلاح وصل لحته يا رامي يعني خلاص. لا صلاح كومبليت بلاير. طبعا صلاح كومبليت طبعا. يعني صلاح انت هو في الملعب المدافعين الدوري الانجليزي خايفين. لانه هو مدافعين الدوري الانجليزي خلاص هم مقلقين. هو صدق هيجيب الجون ازاي يعني. هو صدق ان هو عظيم يعني. هو لعيب فرق جامد معاه ان هو وبعدين صدق. احتراف العقليه. الفرق ما بين ميدو وصلاح العقليه على صح فكرة. صح. هو ميدو ما كانش اقل تالنت من صلاح. لا فاهم. بس هو ميدو عقليه غير صلاح. صلاح عقليه احترافيه وخلي عايز بالك ينجح. هو صلاح في الدوري المصري انت ما كنتش تلاقي مثلا 4-5 موهوبين اكتر من صلاح تلاقي في جيله وفي اصغر منه صح. بس العقليه بالظبط. لكن العقلية. هو طار زي هو النني على فكره. انا مقتنع ان النني مسيرته في اوروبا مش فاشله زي ما ناس كتير قوي بتصور. احنا قليلين منه. انا مقتنع ان النني على فكره ادى مسير. اي فرقه كوره اي حد بيفهم كوره هيبقى مقتنع ان فرقه الكوره لازم يبقى فيها سكواد بلاير. صح. ما هو مش لازم تبقى في مستحيل لعيب يبقى عظيم عندك يعني. ال 23 لعيب جامدين أنت مش هتعرف اصلا تقوم فرقه. صح. لو انت عندك 23 جامدين مش هتعرف. النني كان بيدي الدور اللي مطلوب منه في كل مره بينزل فيها 10 على 10. ما بيغلطش ما بيديش ميس باس بيشوط أنا معاك. بيحاول. انا بالنسبه لي النني ادى دوره بصراحه في ارسنال. ومش حاجه سهله ان انت تقعد 7 سنين في ارسنال على فكره. انا عمال اقول لك كل شويه احنا بنسف ومش عارف ايه. الناس مش في فقرة. لا آه. بس في حاجه، بس في فقره احنا التنمر في اسمها كده. التنمر مش يلا حرام. بينا. يعني التنمر مش حرام. ايه ده التنمر النهارده ما بقاش حرام بس لا في فقره كمان شويه اسمها التنمر. اصل انا سالت شيخ قال لي في ناس التنمر مش حرام. ده شيخ مين بقى؟ كان جاي من بره بقول لك ده شيخ عامل تاتو برضه. شيخ صاحبنا كده سالته كان جاي من كوريا سالته قال لي لا مش حرام. فنروح بقى ونرجع للفقره. يلا بينا. هنقعد نسف على الناس شويه. نروح بقى ونرجع لكم شباب تاني.